مجدا وإكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. خريستوس أنستي المسيح قام. وإحنا أحبائي في أفراح القيامة بيكلمنا النهاردة الإنجيل من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح 8 من عدد 31 ل 39. يدينا مفهوم رائع جدا للقيامة. إيه هي القيامة حسب المفهوم بتاع الإنجيل النهاردة؟ القيامة هي الحرية الحقيقية. إيه هي القيامة؟ هي الحرية. اللي يعيش في الحرية يبقى آمن، واللي مش قادر يعيش في الحرية يبقى لسه ما قامش. رب المجد يسوع اتقابل مع اليهود وابتدى يشرح ليهم ايه هو الفرق بين الحرية الخارجية والحرية الداخلية. ايه الفرق بين الحرية الخارجية والحرية الداخلية؟ ايه هي الحرية؟ ودي على فكرة رسالة لكل انسان يؤمن بالإيمان المسيحي، عليه ان هو يعيش الحرية المسيحية. يقول النهاردة الإنجيل: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. الناس صدقته، بس التصديقة بتاعتهم ما كانتش قد كده. يعني الإيمان بتاعهم كان على مستوى الخارج، ما كانش على مستوى الداخل. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا، هم آمنوا، بس آمنوا الإيمان الإيه؟ الإيمان الإيه؟ الخارجي. فابتدى يدي رسالة للناس اللي أمنت إيمان خارجي: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وهنا رب المجد يسوع ابتدى يحط إيديه على أول الخيط. إيه أول الخيط؟ إيه هي الحرية؟ يقول لهم: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. إيه هي التلمذة للمسيح؟ قالوا إن الإنسان يثبت في المسيح، يثبت في كلام المسيح، يثبت في معرفة المسيح الشخصية. يعني إيه الثبات في المسيح؟ الثبات في المسيح، أنتوا عارفين إن الإنجيل هو المسيح. الإنجيل هو إيه؟ المسيح، والمسيح هو الإنجيل. لو أنت مسكت الوصية وعشت جواها أنت كده ثابت في المسيح. عشان كده هو يقول لهم: إن ثبتوا في كلامي. كلام يعني إيه؟ الكلام اللي هو إيه؟ إنجيل. يعني اليوم لما أنا أحط عقلي، يبقى هنا الثبات إيه؟ ثبات على مستوى العقل. العقل يتحط فين؟ في الإنجيل، ويحفظ الإنجيل ويعيش بالإنجيل ويعمل بالإنجيل. ساعتها أنا أقدر إن أنا أقول إن أنا بقيت تلميذ للمسيح. عشان كده هو الآية واضحة وشرح نفسها: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. يعني إيه يا أبونا أثبت في الإنجيل؟ يعني الإنجيل يا عزيزي يبقى هو المرجع الأساسي والأول والأخير لحياتك. ده المرجع. أعمل دي ولا دي يا أبونا؟ ليه محير نفسك كده؟ طب ما تروح للإنجيل شوف هيقول لك إيه. والإنجيل شارح كل حاجة، يعني من غير فلسفة ولا حاجة، كل الوصايا واضحة. بيكلم الناس اللي هم آمنوا بيه الإيمان الخارجي، يقول لهم: يا جماعة أنتوا فاكرين كده الإيمان ده سهل؟ إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. لازم علشان ان انا اقول ان انا تلميذ المسيح، يعني باكل من المسيح، بشرب من المسيح. طب وايه الاكل بتاعنا؟ ايه الشرب بتاعنا؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بايه؟ كلمة الله. انت عايز تبقى تلميذ للمسيح، طب ما تاكل التعليم، يعني تعرفها وتفهمها وتعيش بيها. ساعتها نقدر نقول عليك ان انت ايه؟ تلميذ للمسيح. عشان كده هو داود النبي من زمان يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك،
الثبات في المسيح معناه ان انا بتغرس في المسيح، في شخص المسيح. الثبات في المسيح يعني كل قرارات حياتي انا باخدها من المسيح، باخدها من الانجيل، والانجيل هو الوحيد اللي يحررني. يوم لما هثبت في المسيح يا ابونا ايه اللي يحصل لي؟ هعرف المسيح. بعد كده يجي يقول لليهود وتعرفون الحق، الحق اللي هو المسيح. ومين هو المسيح؟ كلام المسيح. وانا علشان اتعرف على المسيح لازم اعرف ايه؟ كلامه. وتعرفون الحق والحق يحرركم. انتوا يا يهود جايين بتتكلموا عن الحريه الخارجيه، رب المجد يسوع ابتدى يحول الكلام كله للحريه الداخليه. هو يعني ايه يا ابونا انا تلميذ للمسيح؟ يعني انا بعرف كلامه وبسمعه وبنفذه وماشي معاه، واتخذت منه هو المنهج الوحيد لحياتي. انا مش مستني يا ابونا ان دوت يقول لي كلمه ودوت يقول لي كلمه ودوت ما عندي الانجيل، ما عندي دستور الحياه، ما عندي المسيح شخصيا. المسيح شخصيا معايا في الكتاب المقدس. طب انا عايز ايه تاني؟ طب ليه انا حيران؟ ليه انا تعبان؟ لان انا بعدت عن المسيح، بعدت عن الطريق. ساعة لما الواحد يطلع بره الانجيل يعني بعد عن التلمذة الحقيقية بتاعت المسيح. الثبات الذي يتكلم عنه رب المجد يسوع في هذا الصباح، الثبات على مستوى الفكر، على مستوى طاعة كلمة الإنجيل. إن ثبتتم في كلامي. عقلك فين؟ فكرك فين؟ أنت عايز إيه من ربنا؟ عشان كده هو قال لهم في نفس الإصحاح إن لم تؤمنوا إن أنا هو تموتون في خطاياكم. يعني لو دورت على سكة تانية غير كلمة أنا هو اللي هي يهوى، أنت كده ميت. أنت كده ميت، لأنك أنت كده سبت كلام المسيح. يعني مفيش حياة، يعني في موت، في دمار. عشان كده هو رب المجد يسوع بيشرح لينا التلمذة الحقيقية. إيه هي يا ابونا التلمذة؟ نحطها كده في 3 نقط. تعرفت على المسيح، حفظت كلمته، اتحررت من الخطية. اتحررت من الخطية، اتحررت من نير العالم، من ظلمة العالم. تخيلوا أجمل كلمة كان رب المجد يسوع يحب يقولها كتير، إيه هي؟ كلمة اثبتوا، اثبتوا فيا. أجمل كلمة يقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. مرة تانية يقول لهم اثبتوا في محبتي. النهارده يقول لهم إن ثبتتم في كلامي. لأن رب المجد يسوع عارف إن إحنا كطبيعة بشرية بنحب نتغير 50 مرة في اليوم. 50 ولا أكتر؟ لا رد عليا بجد. يعني الواحد ممكن يتغير كم مرة في اليوم؟ يقوم الصبح بالمود معين، كمان نص ساعة يشرب القهوة موده يتحسن شوية. يروح ينزل الشغل حد يعكنن عليه، المود بتاعه يحصل له ايه؟ يتغير. يركب العربية ويسوق في مصر، يعمل ايه المود بتاعه؟ يولع المود بتاعه. كم مرة المود بتاعنا بيتغير؟ يجي واحد يقول لك خبر حلو، يا سلام، تضحك ضحكة تجيب أسوان. يقول لك خبر تقعد تصور جنبه توصل لغاية أمريكا. إيه يا عم مالك؟ فالكلمة اللي كانت محبوبة عند أهل المسيح هي كلمة إيه؟ إثبات. الإنسان رب المجد يسوع عارف الطبيعة المرة اللي إحنا عايشين فيها، ووصية جميلة جدا يقول لك اثبتوا في محبتي، اثبتوا في وأنا فيكم، اثبتوا في كلامي. الثبات في المسيح يدي للإنسان عمق روحي. انتوا عارفين يعني ايه عمق روحي؟ يعني تعرف خبر تقول ربنا موجود، تتضايق من حاجة ربنا مش هيسيبني، ربنا هيتصرف، ربنا هيتدخل. الثبات يديلك استنارة روحية، يديلك عمق روحي، يديلك ثقة في هذا الإله. لكن لو انت سامحني بقى انسان مودي، تبقى حضرتك عامل زي ايه؟
لا رد عليا، يعني ايه انسان مودي؟ يعني تبقى عامل ازاي؟ عامل زي الورقه. عارفين الورقه؟ ها؟ تيجي شويه ريح تخبطها كده تمشي معاها، تيجي شويه ريح تخبطها كده. ايه ده؟ هي دي شخصيتي؟ هي دي شخصيتي؟ يعني اقعد كده مع نفسك، هو انت مخك طول النهار عامل زي الورقه؟ انا بسال سؤال صعب. هل انا مخي عامل زي الورقه؟ يعني يجي اي حد في الدنيا يقول لي خبر يتهز؟ ايه ده؟ ايه الشخصيه دي؟ سامحوني في الكلمه، مش قادر اقولها. هل انا شخصيتي معدومه الشخصيه؟ انا بتكلم عن نفسي. هل انا شخصيتي معدومه الشخصيه؟ لا، وايه؟ وعامل ان انا شخصيه، وانا شخصيه ولا مش شخصيه؟ يعني بيني وبين نفسي انا شخصيه قويه، وبعدين الشخصيه تطلع ايه؟ كلمة إثباته في كلامي دي مهمة جدا 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 جدا. خلي عندك شخصية. طب ويا ابونا الشخصية دي أجيبها منين؟ من الثبات في كلمة ربنا، إن أنا مصدقه. إن لما ربنا يقول لي أنا بحبك يبقى هو بيحبني، حتى لو عملت مليون خطية هو بيحبني. حتى لو بقيت قديس هو بيحبني، حتى لو بقيت شرير هو بيحب. اثبت في الفكرة. لكن قولت ان كل شويه تيجي فكره تنقلك من هنا لهنا لهنا لهنا. انت حضرتك مين؟ انت عرفت نفسك ولا لسه؟ عشان كده هو بقول نتيجه الثبات هي فتح البصيره، هي الاستناره. انسان ثابت، انسان قوي. لو انت ثابت انت شايف المسيح. لكن لو انت بتتزعزع انت مش شايف حاجه. تخيلوا شجرة زرعوها وكل شهر ينقلوها، ماتت مش ثابتة في مكان واحد، مش عارفة تتغذى. عشان كده هو الثبات يا أحبائي اللي رب المجد يسوع بيكلمنا عليه النهارده، إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. يعني يا رب مش أنا لما أخدمك في الكنيسة أبقى أنا تلميذك؟ قال لا. طب أنا يا رب بصلي؟ قال لا. طب انا يا رب بدي لك كل فلوسي؟ قال لا. امال ايه الثبات يا رب؟ قال ان انت تاخد الكلام بتاعي وتحطه جوه قلبك ويبقى هو ده المنهج بتاعك، وما تعيش بره الانجيل لحظه واحده. هو ده الثبات. اثباته في كلامي. انا عايز اتعرف على المسيح، عايز اعاشره، عايز الفكر بتاعي ده يخضع لفكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أنا عايز روح المسيح تشتغل جوايا، أنا عايز حياة المسيح تشتغل جوايا. أقولكش يا رب اللي أنت عايزه أنا راضي بيه، إيه رأيك في الثبات ده؟ لا رد عليا عشان خاطر ربنا. اللي أنت عايزه أنا موافق عليه، إيه رأيك في الثبات ده؟ أنا يا رب مش هتذمر على حاجة، أنا مش هتضايق، ده اسمه الثبات. لا أتذمر ولا أشتكي ولا أتضايق. أمال إزاي هبقى تلميذ للمسيح؟ هعيش مع المسيح لو كل مجد وأنا طول الليل والنهار عمال أتذمر، ماسك زمارة وعمال أعيط للناس الحقوني؟ عايز ثبات. صاحب البصيرة الروحية، صاحب الاستنارة هو اللي ثابت في كلمة ربنا، دخل جوه كلمة ربنا. أنا موافق يا رب أي حاجة تعملها، أنا مسلم لك. وأدام أنا مسلم لك أنا فرحان وراضي وشاكر. أنا إيه؟ فرحان وراضي وشاكر. لكن يوم لما أنا ما بقاش ثابت، ده أنا هبقى خواف وتعبان ونفسيتي تحت الأرض، وأدور بقى أتعالج فين وأقعد فين وأعمل إيه. ده مشكلة. جوهر الإيمان المسيحي هو معرفة للمسيح شخصية تزداد يوم بعد يوم عن طريق خبرة روحية. نتيجة ثباتي في كلمة ربنا بتعمق فيه أكتر وأكتر. واحد بيروح عند ربنا يستريح مع ربنا، تبص تلاقي ضميره مستريح، فكره مستريح. رب المجد يسوع عمال يقول لهم كده، هو
ويكلمهم عن الحريه الجميله دهيت، انتوا عارفين هم يقولوا له ايه؟ يقول لك اجابوه اننا ذريه ابونا ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. ايه رايكم في الكلمه دي؟ انتوا عارفين حاجه اسمها الانزحه الكذابه، تسمعوا عنها؟ لا مؤاخذه يعني مش انتوا. في حاجه اسمها ايه؟ انزحه ايه؟ كذاب. يقولوا له اننا ذريه ابراهيم ولن نستعبد لاحد ابدا. دي اسمها ايه دي؟ هو انتوا نسيتوا لما كنتوا في مصر ومذلولين؟ تردوا عليا. نسيوا السبي الاشوري ان كانوا مذلولين تحت المملكه الاشوريه؟ نسيوا ان هم كانوا مذلولين تحت المملكه البابليه؟ وقفوا قصاد المسيح قال لهم احنا لم نستعبد بعد. طب روح قول الكلام ده لحد تاني غير المسيح. دي اسمها ايه دي؟ لو مؤاخذه يعني. اسمها ايه دي؟ انت نسيت نفسك. ده انت طول عمرك يا شعب بني اسرائيل مذلول. ده كانوا يطلعوا عليك المديانيين يذلوك، ويطلعوا عليك الفلسطينيين يذلوك، وتقعدوا تصوتوا وتقعدوا تصرخوا لغايه لما ربنا يبعت لكم منقذ. قالوا له كده اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط، كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا؟ دي اسمها ايه دي؟ ابتدى بقى المسيح يخش في الغويط. تحبوا تخشوا في الغويط؟ ولا مش عايزين تخشوا في الغويط؟ ها؟ قال لهم كده، أجابهم يسوع الحق حق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. يا أبوي إيه الكلام العميق ده؟ قال ما هو أنا هقعد أقلب التاريخ بتاعكم، أنتوا حافظينه التاريخ ده، أنتوا حافظينه، لكن أنا النهارده بتكلم على مستوى الداخل، الحرية الداخلية مش الحرية الخارجية. كل من يعمل خطية ساعات الواحد يقعد يبقى عنده الأنزحة الروحية وهو عايش في إيه؟ في العبودية بتاعت الخطية. وإيه؟ ويتأنزح. مش عارف هي ترجمة يتأنزح دي يعني إيه؟ يعني إيه؟ يا عم انت كان عمال تقول لي بس ان انت فلان وفلان الفلاني وابن فلان وانت عندك وانت مسوي وانت وتقدر تحرك الدنيا كلها. انت ما تعرفش ان كل اللي بيعمل الخطيه هو عبد الخطيه. مش عارفين يفهموا. قال لهم تعالوا ما افهمكم اكتر. ما يظهر كده الكلام مش جاي على هواكم. تعالوا ما افهمكم اكتر. فهمنا يا رب يسوع. قال لهم خلي بالكم، العبد لا يبقى في البيت الى الابد. ده بيشتغل ايه؟ عبد. في يوم مستغنيين عنه مع السلامه يمشي. في يوم النهارده مدينه اجازه يمشي، ما يقعدش في البيت. العبد لا يبقى في البيت الى الابد، اما الابن فيبقى الى الابد. انتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ انت بتعمل الخطيه، انت بقيت عبد للخطيه، والعبد ده ما بيقعدش في البيت. ده بيجي بس زياره كده شويه يخدم وياخد اجرته مع السلامه. انتوا بتدوروا بقى على الاجر بتاعكم على مستوى الارض. انا ممكن ان انا اديكم الاجر بتاعكم على الارض، واجي يوم الدينونه اقول لكم ايه؟ انتم استوفيتم خيركم. خلاص، خدمتوني شويه، صليتوا شويه، عملتوا شويه، سويتوا شويه، اديني كمان كرمتكم شويه. بس انتوا كده على مستوى ايه؟ الحفيد. كلمه في الاعماق كده على مستوى ايه؟ الحفيد. لكن الابن لا، الابن ده قاعد مع ابوه في بيت ابوه، ده وارث. ده يقول فين الميراث بتاعي؟ لو عنده 5 متر في الاقصر ولا في اسوان يجري وراهم يقول ده انا ليا 10 متر هناك. شوفوا ورثي ده يتباع بشيء وشويات دلوقتي. ده وارث، ده ابن. ان حرركم الابن فبالحقيقه ايه؟ تكونون احرارا. عشان كده هو القديس يوحنا في رسالته الاولى يقول ايه جميله: كل من يفعل الخطيه فهو من ابليس. ايه رايكم في الايه دي؟ كل
كل من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. هو عبد الإبليس، دي شغلته. عشان كده يقول لك إيه؟ لأجل هذا أظهر ابن الله. أنت يا رب جاي ليه؟ يقول لكي يوقف أعمال إبليس. يعني الهدف الأساسي اللي كتبه لنا القديس يوحنا في الرسالة بتاعته إن هو جاي يحرر الإنسان من الخطية، يشيلها منه. ودوت اللي قال عليه القديس يوحنا المعمدان زمان أول ما شافه، هو ده حمل الله الوحيد عزيزي اللي يقدر يشيل لك الخطية بتاعتك، هو رب المجد يسوع. ده حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. خطايا العالم كله يشيلها. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. العبد شغلانة العبيد دي بينه وبينكم، يعني ده عايش في خوف، في قلق، تعب نفسي. تخيل ان انا ابقى في الكنيسه وابقى انسان معمد وانسان مسيحي وكل شويه انا خايف، انا متضايق، انا زعلان. هل ينفع واحد يعيش جوه الكنيسه ويتناول من الاسرار المقدسه ويقول انا خايف وقلقان؟ لا، بالذمه تردوا عليا يعني. لا، ده صح يعني كل يوم يجي يتناول ويطلع من التناول يقول انا خايف. امال يا عم انت بتتناول ايه؟ امال يا عم انت بتحفظ في الانجيل ازاي؟ خلي قلبك زي الاسد، خليك شجاع. ايه اللي يهمك؟ ان كان الرب معنا فمن علينا. مش ممكن المسيح يسيبك ابدا ابدا، لانك انت جوه عينيه وجوه قلبه وجوه حياته. علشان كده هو معلمنا بولس الرسول يقول لنا خلي بالكم اذ لم تاخذوا بعد روح العبوديه للخوف. امال ايه يا معلمنا؟ يقول بل اخذتم روح التبني. انا مش عبد عشان اخاف، انا ابن. والابن كده يتعامل بحريه مع ابوه، يطلب من ابوه، ياخد من ابوه، هو مستريح، هو معتمد على ابوه. وفي حته ثانيه معلمنا بولس الرسول يكتبها برضه لليهود، يقول لهم انتم عبيد للذين تطيعون، اما الخطيه للموت او للطاعه للبر. لو طعت ابليس خدت الموت، لو طعت المسيح خدت البر. فشكرا لله. بيكلم اليهود اللي امنوا في روميا، فشكرا لله انكم كنتم عبيد للخطيه ولكنكم اطعتم من القلب صوره التعليم التي تسلمتموها، واذ اعتقتم من الخطيه صرتم عبيدا للبر. بقيتوا تبع المسيح، بقيتوا احرار. يبقى الحريه احبائي مش حريه على مستوى الخارج، لكن حريه على مستوى ايه؟ الداخل. طب ودي هنا اعيشها ازاي؟ حد فيكم يقدر يقول لي؟ حد يرد عليا، على فكره انا عايز اسمعك. ازاي اعيش الحريه دي؟ اي يعني اعمل ايه يابا؟ اخد تعليم الانجيل واعمل بيه. وبعدين هل ممكن ان انا اغذي عقلي وقلبي كل يوم وانا في القداس وانا في المخدع وانا في الشغل وانا في اي حته، اغذي نفسي انا ابنك يا رب، انا ابنك يا رب، انا ولدك يا رب، انا بتاعك يا رب، انا يا رب حررني من الخطيه اللي انا فيها، انا مش عايز افكر في الفكره دي، انا مش عايز افكر في النجاسه دي، انا مش عايز اروح المكان ده. ممكن نعيشها تدريب لينا، نعيشها. مش انت عايز تعيش في العمق ويحصل لك عمليه استناره ومعرفه روحيه؟ لازم كل يوم عزيزي تعلن امام السماء والارض ان انت ابن وان انت حر، وتقول له يا رب ازاي انا بعمل الخطيه دي وانا ولدك؟ انا كده مش ولدك، انا عبد كده للخطيه. كل يوم تقعد تصرخ من قلبك وتقول له يا رب انا بتاعك. انت عارف يا رب ده جسمي هيكل للروح القدس، ده اعضائي دهيت اعضاء المسيح، ده فكري دوت فكر المسيح. ممكن تعلن هذا الايمان كل يوم؟ يا رب حد يرد علينا، ممكن تعلنه ولا صعبه؟
اعلن الحرية بتاعتك. عشان كده هو أحبائي الحرية بتاعت القلب تحرر من الشهوات. انت نفسك في ايه؟ يقول له نفسي في المسيح، مش عايز حاجة تانية، مش عايز الشقة دي، مش عايز العربية دي، مش عايز الأكل ده، شهوتي هي المسيح. يسأل العقل ايه اللي انت بتشتهيه في الأفكار بتاعتك؟ يقول هو فكر المسيح. هو المسيح كان بيفكر ازاي؟ هي المشيئة بتاعته ازاي؟ هي دي الحرية. حرية الإرادة، يا رب أنا عايز اللي أنت عايزه فلتكن مشيئتك. إذا كنت فعلا عايز تعيش في الحرية الحقيقية في العمق الروحي، ما تعملش زي الناس اللي كانوا يضحكوا على نفسهم، يتأنزحوا خلاص إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. يا راجل قولي الكلام ده في حتة تانية. لكن لما تيجي تقف قصاد ربنا، لا ده انت لازم بقى تتعرق وتقول له هو انا ممكن اضحك على الدنيا دي كلها الا عليك انت بس. انت ما انت عارفني، عارف ايه اللي بيذلني وايه اللي بيتعبني. خد ودي مع ابوك السماوي. يقول لهم كده رب المسيح انتوا بتقولوا ان انتوا ولاد ابراهيم، ما رضيش يكلموا على حكايه العبوديه، هيضيع وقت في التاريخ، ما انتوا حافظين التاريخ. قال لهم طب خلاص لو كنتم اولاد ابراهيم كنتوا ايه؟ عملتوا اعمال ابراهيم. لو انت يا عزيز النهارده بتقول للمسيح انا ابن المسيح، تعمل اعمال مين؟ النهارده عيد القديس الشهيد العظيم انا ابن مارجريتس، تعمل ايه؟ اعمال مارجريتس. انا ابن الست العذراء، تعمل ايه؟ لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. انا ابن الشهداء، على عيني وعلى راسي، تعمل ايه؟ تعمل اعمال الشهداء. الحرية يا عزيزي الحقيقية ان انت تتعرف على المسيح، تتعرف على كلمة المسيح، تخش جوه المسيح، ما تنافقش، ما تضحكش على نفسك، اذا كنت تعرف كويس جدا تخدع كل الناس اللي حواليك، لكن المسيح ما يتخدعش ابدا. هو اللي عارف القلب دوت عمال يفكر في ايه ونفسه في ايه وعايز يجيب ايه وعايز يسوي في ايه. ما تخدعش نفسك. الحرية الحقيقية ان انت كل يوم تمسك انجيلك، تمسك اشبيتك، تجري على ارض اعترافك، تعترف وتقدم توبة وتتناول عشان تبقى ابن حقيقي، مش ابن مزيف، مش ابن عمال بس تكابر قصاد الناس ان انا ابن السماء، انا ابن المعمودية، انا ابن القديسين، انا ابن الشهداء. النهارده المسيح بصراحة عمل فيهم ايه؟ عمل فيهم ايه؟ فضحهم. دي فضيحة. دي اسمها ايه؟ فضيحة على مستوى الداخل. ورب المجد يسوع عايزك تعيش انسان حقيقي، انسان حقيقي، مش انسان مزيف، مش من الخارج من الداخل. ربنا يدينا كل نعمة نتمتع بالقيامة بتاعته، لأن في الأول خالص احنا قلنا القيامة هي ايه؟ حرية. القيامة حرية من الموت، حرية من الخطية، حرية من الشيطان. هي دي القيامة. ربنا يفرحنا بقيامته المجيدة، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.